فالسعادة مطلب لكل إنسان وكل يبحث عنها، لكن السعادة لها أسباب. تعالوا معي للسعادة الحقيقية. أحد أسباب السعادة يا إخواني التوكل على الله والثقة به، فإن ذلك يدفع الهموم والغموم ويشرح الصدر بإذن الله. لذا قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثانيا من أسباب السعادة يا إخواني المرأة الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها، يعني خير متاع الدنيا إيش؟ المرأة الصالحة. ما هي مواصفات المرأة الصالحة؟ إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ثالثا من أسباب السعادة يا إخواني الرضا عن الله، الرضا عن الحياة، الرضا بما قسم الله لك. قال صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. أرجو السعادة والحياة الطيبة للجميع.